مساء الخير لكل المشاهدين. سأعرض عليكم إخوتي وأخواتي محاكاة حادثة يمكن أن تحدث في كل مجتمع وفي كل بيت عمليا، وفي اللغة الأجنبية تسمى simulation. سليمان الأب عمره 80 سنة وله 5 بنات و3 أبناء، كلهم متزوجين ويسكنون في نفس البلد وقسم في نفس الحارة. الأب سليمان ابن البكر في جيل 58 سنة وابنته الكبرى في جيل 55 سنة. الأب سليمان عمل كل حياته في الفلاحة وربى عائلة متعلمة وقدوة للتقليد متحابة وحياة على ما يرام. مع نهاية الأسبوع يدعوهم لوجبة غداء كل الأبناء والبنات مع الأحفاد وعددهم 30. قبل 6 أشهر وقع الوالد في الحمام، وهذا أدى لكسر في الورك. مر في عملية صعبة جدا ومكث في مركز التأهيل 6 أشهر، وكان قرار مركز التأهيل أن يعود للبيت أو لمركز العجزة في بلد تبعد عن بلده 20 كيلو متر. العائلة من الأبناء بنات والأحفاد قرروا أن يعود للبيت. أبونا بكون فقط في البيت، وحتى حفيدة من الحفيدات قالت سيدو غالي علينا ولازم يظل في البيت. هذا وتم إحضار مساعدة له، وتم تقسيم مهام بين الأبناء وزوجاتهم والبنات ليكونوا بجانب الأب. وكما قلت الكل أكدوا لا يمكن أن نرسل الوالد لبيت العجزة، لا ننقل الأب لبيئة غريبة في البيت مكانه. في الأسبوع الأول كل أمور مرت بخير، تقاسموا المهام الأبناء والبنات وكما يقولون بالعامية الكناين. وقبل يومين 2 من الأبناء وزوجات اقترحوا نقل الأب لبيت العجزة، وابن وزوجته قالوا مستحيل، وكل البنات بنات طبيعي الأب سليمان قالوا مستحيل، وبدأ الصراع داخل العائلة. الأب كمان حس بما يجري حوله، وبدأت وانهالت الدموع من عينيه، ولسان حاله يقول أنا اللي أخلصت لأبنائي وبناتي وكنايني والأحفاد سيلقوني بي إلى مكان غريب يبعد عن بيئتي ويبعد عن المكان اللي بحس فيه بارتياح. ولكن مرغما أخاك لا بطل. شو قال للأب؟ الله يخليكم ما تتصارعوا. وقال رحم الله زوجتي التي توفيت قبل 6 أشهر ووقفت بجانبي. وعلى مدار أيام بدأت مرحلة الصراع تتصاعد والاتهامات بين الجميع، وحتى إحدى البنات التي تلح وتريد أن يبقى والدها في البيت عاتبت زوجة أخيها قائلة لها أنه بسبب كونك من بلد آخر تودين نقل أبي إلى مركز العجزة لأن ثقافتك تختلف عن ثقافة أهل بلدنا. الصراع استمر بين من يريد أن يبعث الأب إلى بيت العجزة وقسم من ابن وطبيعي والأخوات بدهم يظل في البيت. اتفقوا بعد أسبوع دعوة وسيط مجسر بينهما، وحقيقة كان وسيطين حضروا ما يسمى وساطة 2 قشور بيكو، واتفقوا أن تكون جلسة وساطة بين الأبناء وكل من لهم علاقة بهذا الأمر. هذه المحاكاة ألفها غزال أبو ريا ضمن المركز القطري للوساطة للسلم الأهلي وتسوية النزاعات سخنين من تأسيس جمعية مجال. شكرا لكم.